صباح يوم الجمعة 14 من يوليو عام 1944. طريق زراعي هادئ في مصر. سيارة فخمة تسير بأمان الله. في المقعد الخلفي تجلس امرأة ليست كأي امرأة. إنها الأميرة آمال الأطرش، التي يعرفها الملايين باسم أسمهان، صاحبة الوجه الملائكي والصوت الذي هز عرش أم كلثوم. وبجانبها صديقتها ومصممة أزيائها ماري قلادة. أما السائق فيدعى فضل محمد. الرجل غريب، استأجروه فقط من أجل هذه الرحلة. عند وصول السيارة إلى حافة ترعة عميقة حدث شيء لا يمكن أن يصدقه عقل. السائق فضل لم تنفجر إطارات سيارته، ولم يفقد السيطرة على القيادة، بل بكل هدوء ودم بارد وجه السيارة عمدا نحو المياه، وفي كسر من الثانية وبخفة لا يمتلكها سائق عادي فتح الباب، وقفز إلى الأرض، بينما هوت السيارة الثقيلة إلى قاع الترعة لتغرق أسمهان وصديقتها في صمت مرعب. أما السائق فبمجرد أن لامست قدماه الأرض اختفى، تبخر تماما، ولم تعثر عليه الشرطة، ولم تجد له المخابرات أي أثر، وكأن الأرض انشقت وابتلعت. إلى يومنا هذا. اليوم لن نتحدث عن الفن أو الأغاني. اليوم سنفتح الملف الأسود: كيف تحولت مطربة رقيقة إلى عميلة مزدوجة تلعب مع أعتى أجهزة المخابرات في العالم؟ ومين أو من هو الرأس الكبير الذي أعطى الأمر للسائق بالقفز؟ ركزوا معي جيداً، لأن الحقيقة هنا أثقل من أن تصدق. القصة لم تبدأ يوم الحادثة، بل بدأت قبلها ب3 سنوات، تحديداً في مايو عام 1941. الحرب العالمية الثانية تحرق العالم، وجيوش هتلر تلتهم أوروبا، بينما كانت فرنسا الموالية للنازية تسيطر على سوريا ولبنان. في لندن كانت بريطانيا تعيش حالة رعب. إذا تقدم الألمان خطوة واحدة من سوريا نحو مصر ستسقط قناة السويس وتخسر بريطانيا الحرب. الخطة البريطانية كانت إرسال جيش لغزو دمشق، لكن الجنرالات كانوا يعرفون حقيقة مرعبة: الطريق إلى دمشق يمر عبر جبل الدروز، وإذا قرر الدروز القتال مع الفرنسيين فإن الجيش البريطاني سيباد في الجبال. هنا وفي مكاتب المخابرات البريطانية السرية في القاهرة ظهر اسم الجنرال إلتد كلايتون. هذا الثعلب العجوز لم يرسل دبابات، بل أرسل في طلب مطربة شابة تبلغ من العمر 29 عاماً. لماذا اسمهان بالذات؟ لأنها ببساطة ابنة العائلة التي تحكم جبل الدروز. اللقاء السري الأهم في فندق الملك داود في القدس. جلس الجنرال كلايتون مع اسمهان، وفتح أمامها حقيبة جلدية بداخلها 40,000 جنيه استرليني. نحن نتحدث عن ملايين الدولارات بحسابات اليوم. الصفقة كانت واضحة جدا: تأخذين هذا المال، تدخلين سوريا سرا، وتجمعين ولاء زعماء الجبل الأمير حسن الأطرش، والهدف ألا يطلق رصاصة واحدة على الجيش البريطاني مقابل وعد بريطاني باستقلال سوريا. وافقت اسمهان، عبرت الحدود، دخلت الجبل، بل وتزوجت أمير حسن زواجاً سياسياً لتصبح أميرة الجبل بشكل رسمي. ونجحت المهمة نجاحاً أسطورياً، ودخلت الجيوش البريطانية دمشق بأقل خسائر ممكنة، واسمهان أصبحت النجمة المدللة في ملفات المخابرات البريطانية. لكن في عالم السياسة لا يوجد أمان. بمجرد أن استتب الأمر للبريطانيين تنصلوا من وعودهم وقطعوا الأموال عن اسمهان. الأميرة التي لا تقبل الإهانة شعرت بطعنة في الظهر، وهنا ارتكبت الخطأ الذي فتح عليها أبواب الجحيم. قررت الانتقام ولعب دور العميل المزدوج. في أواخر عام 1942 ركبت اسمهان قطار طروس السريع متجهة نحو الحدود التركية. الهدف محاولة سرية للغاية للقاء فرانز
فون بابين السفير الألماني ورجل هتلر في الشرق، كانت تحمل معها وثائق وأسرار عسكرية بريطانية خطيرة لتسليمها للألمان مقابل دعم النازيين لاستقلال سوريا. لكن المخابرات البريطانية لا تنام، اعترضوها عند الحدود وتم اعتقالها بأوامر من الجنرال إدوارد سبيرز. الجنرال كان يعلم أنه لا يمكن إعدامها كي لا تنفجر ثورة في الجبل، فاكتفى بطردها إلى مصر وسحب حصانتها ووضعها تحت المراقبة شديدة. باختصار، أسمهان تحولت إلى ورقة محروقة. وهل انتهت المشاكل هنا؟ لا، بل بدأت. عادت أسمهان إلى القاهرة خائفة ومراقبة، وبدلا من أن تختبئ فتحت على نفسها جبهة ثانية أشد فتكا، جبهة القصر الملكي. أسمهان بجمالها الطاغي أوقعت في حبها رئيس الديوان الملكي المصري أحمد حسنين باشا، والمشكلة الكبرى أن حسنين باشا كان العشيق السري للملكة نازلي والدة الملك فاروق. عندما علمت الملكة نازلي بهذه العلاقة جن جنونها، وبدأت حرب نسائية لا ترحم في كواليس القصور. تخيلوا معي الوضع في صيف عام 1944. أسمهان تحاول العودة للفن بتصوير فيلم غرام وانتقام، لكنها في الحقيقة كانت تعيش وسط حقل ألغام. البريطانيون يريدون التخلص منها لأنها خانتهم مع النازيين، الفرنسيون يكرهونها لأنها طردتهم من سوريا، وملكة مصر تتوعدها وتتمنى زوالها من الوجود. وفي عالم السلطة والمخابرات من يعرف أكثر من اللازم وأعداؤه كثر، يجب أن يختفي. نعود إلى يوم 14 من يوليو. ركبت السيارة وحدث ما بدأنا به هذه الحلقة. السائق فضل محمد، أداة التنفيذ الاحترافية، ألقى بالسيارة في الترعة وقفز لتغلق ملف أميرة جبل الدروز إلى الأبد. بعد عقود طويلة على هذه الحادثة، لا يزال ملف اغتيال أسمهان مغلقاً ومصنفاً كسر غامض. الكل كان مستفيداً من موتها، المخابرات، القصر، وحتى المنافسين. أنتم يا أصدقائي، بعد أن سمعتم تفاصيل هذه المؤامرة، من برأيكم يمتلك النفوذ الأكبر لإخفاء السائق وتدبير هذا الحادث؟ المخابرات الدولية أم غيرة الملكة؟ شاركوني نظرياتكم في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، لأن التاريخ يكتبه دائما من يبقى حيا.